لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة عن سيارة من السيارات الجديدة المطروحة في السوق المحلي، وهنتكلم عن كل حاجة عنها بالتفصيل. بس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة يا ريت برضه نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. السيارة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي السيارة الصينية شانجان يوني في موديل 2025. وهي مطروحة في السوق المحلي من وكيل قوي بيعمل سيارات هيونداي واحنا عارفينه كلنا يعني. وده طبعا ميزة تحسب للسيارة دي، فالمفروض هتبقى قطع غيارها متوفرة والصيانات بتاعتها برضو هتبقى موجودة لأنه ليه فروع ومراكز صيانة في أماكن كتير. والسيارة من فئة خاصة شوية، هي تعتبر سيدان ولكن اللي هما بيسموها فاست باك، اللي هي بتبقى فيها السحبة الخلفية أو اللي هو الميل بتاع السقف على القايم الخلفي ده، وبتبقى الشنطة بتاعتها بتترفع مع الزجاج الخلفي اللي هي بيسموها ليفت باك زي السيارات السكودا وكده. ولكن هنا دي بتبقى اكتر رياضية، السحبة بتبقى اكتر شوية، والشنطة بتبقى اصغر شوية، بتبقى العربية رياضية اكتر فبيسموها فاست باك. اول حاجة هنتكلم عليها الموتور بتاع السيارة الشانجان اليوني في موديل 2025. وهي طبعا نازله بنفس التوليفه اللي احنا عارفينها، موتور 4 سلندر 1500 سي سي تربو، بيطلع 185 حصان وعزم 300 نيوتن متر، مربوط بفتيس او نقل حركه من 7 سرعات دي سي تي او ديول كلاتش ترانسميشن، ويت من اللي هو النوع اللي فيه تبريد زيت. والمنظومه دي بالارقام الرسميه المفروض بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 7.5 ثانية تقريبا. واحنا عارفين طبعا الصينيين بيبالغوا شوية في الارقام دي، ولكن ده رقم حلو قوي، فيعني حتى لو وصلت ل 8 ثواني هتبقى كويسة جدا برضو. الزيرو 100 يعني بتاعها لو 8 ثواني برضو ده هيبقى كويس جدا. استهلاكها للوقود حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر، وده حسب برضو طريقة سواقتك والطرق وكده. واكيد السواقة الرياضية بتزود الاستهلاك عن كده شوية، لكن ده برضو متوسط استهلاك كويس جدا. بتشتغل بالدفع الأمامي للعجلات وتنكها حوالي 51 لتر، والسرعة القصوى 205 كيلومتر في الساعة. يعني عربية تعتبر شبابية رياضية عائلية برضو إلى حد ما، بشكل عصري ومميز واوبشن برضو كتير، وهنتكلم عليه كله بالتفصيل. وكملوا معايا بقى الفيديو للنهاية هتعرفوا كل حاجة عنها. ما نيجي نتكلم بقى على بقية المواصفات بتاعة الشانجان يوني في موديل 2025. هي سيارة زي ما احنا شايفين واضح عليها التصميم العصري والشكل اللي هو زي السيارات اللي هي المستقبلية اللي هم بيقولوا على التصميمات الجديدة دي ان هي كده. وهي شكلها فعلا مميز مختلف، تصميم شكله شبابي فعلا ومستقبلي زي ما هما بيقولوا عليه. المقدمة بتاعتها شكلها هجومي حلو، فيها تاتشات كده شكلها رياضي، والمقدمة كمان عريضة وبارزة قوي لبره. وزي ما احنا شايفين الفوانيس بتاعتها فوانيس انسيابية مسحوبة بإضاءة LED وفيها داي لايت، وإشارات كمان مع الداي لايت ده. الكبوت بتاعها يعتبر كبوت طويل كبير إلى حد ما، وفي سلاحين بارزين على الأجناب وسلاحين كمان في نص الكبوت، وده برضو معزز الشخصية القوية بتاعتها. نيجي نشوف الاكسدام بتاعها. اكسدام شكله رياضي قوي، الشبكة الأساسية بتاعتها شبكة تعتبر مدمجة في الاكسدام، وكلها بلون الاكسدام، ولكن فيها تاتشات سودا كده برضو مديها لمحة رياضية، والشكل اللي هو المستقبلي اللي هو مختلف عن بقية تصميمات السيارات الحديثة اللي بنشوفها، وهو ده اللي بيميز شكلها الأمامي يعني. اللي هي الشبكة المدمجة في الإكسدام دي، والإكسدام فيه تجويفين على الأجناب اللي فيهم فوج لايت، وفيهم فوج لايت جاي طولي كده بإضاءة LED، والتجويفين دول جايين بلون الأسود البيانو بلاك اللامع ومدين إيحاء بالعرض كده، وفيهم فتحات للتهوية برضو حقيقية. الإكسدام كمان ليه سبليتر حاد قوي وكبير في أسفل الإكسدام، جاية بلون الفايبر الأسود برضو معزز الشخصية الرياضية. والشبكة السفلية كمان جاية فوقيه بفتحات تهوية كبيرة وبلون الفايبر الأسود. في المجمل العربية من قدام شكلها حلو وعصري وهجومي قوي.
وبرضه في نفس الوقت مختلف شوية عن بقية تصميمات السيارات الحديثة وخاصة الصينية، فده اللي مديها شخصية منفردة يعني. التصميم الجانبي تصميم انسيابي مسحوب، واضح فيه قوي اللي هو الحركة بتاعت الليفت باك أو الفاست باك هنا، اللي هي السحبة الزيادة قوي، اللي هو السقف المايل قوي على القايم الخلفي ده. واضح قوي في التصميم الجانبي بتاع السيارة. فيها خط كتف جاي واضح وبارز من أول العربية لآخرها، وده مديها عرض من الأجناب، وبيقابله برضو خط جاي واضح وبارز في الرفرف الخلفي، ولكن أقصر منه. كل ده معزز الشخصية الحادة الرياضية بتاعة العربية. الأبواب جاية بتصميم حاد وعدل، وفي خط جاي في أسفل الأبواب برضو مديها عرض من الأسفل. مساحة الزجاج الجانبية بتاعتها كبيرة متناسبة مع حجم العربية، لأن العربية طويلة وعريضة، وفيها سكرتات جانبية كده جاية بلون الفايبر الأسود، معززة الشخصية الرياضية بتاعتها، مع المرايات اللي هي اللي بلون الأسود اللامع، والإشارات اللي في المرايات وكده برضو شكلها حلو. ونيجي نشوف تصميمها الخلفي، وتصميم حلو وعصري، ويعني واضح قوي ان هم يعني مقلدين الفانوس بتاع الهوندا الاكورد اللي هي الجديدة، الشكل اللي هو 2024 و25. والعلامة دي حتى شبه علامة الأكورا، والأكورا هي البراند الفاخر بتاع هوندا. اللي هي العلامة بس بتبقى مقلوبة، الفي دي بس مقلوبة لتحت. دي بتاع العلامة بتاعت الأكورا، وحتى الفوانيس بتاعت الأكورد والأكورا الجداد اللي هم الفانوس اللي هو اللي فيه لايت بار بعرض الشنطة ده، وبيبقى قطع العلامة في النص. والفوانيس هنا بإضاءة LED بالكامل، وليها إطار سموك كده متماشي مع شخصية العربية، لأنها شخصيتها رياضية قوي. والإكسدامات بتاعتها الخلفية جاية عريضة وبارزة لبره، وده متناسب مع العربية قوي. وفيها ديفيوزر خلفي ضخم جاي بلون الأسود اللامع، شكله حلو قوي. وفي مخارج للعادم حقيقية، وفي لمبة ستوب كمان في نص الديفيوزر ده، برضو بتبقى في السيارات الرياضية بس الحاجات دي. ومخارج العادم دي حقيقية، والعربية دي صوت الشكمان أو الإكزوست بتاعها عالي. ومساحة الزجاج الخلفية بتاعتها كبيرة، وده طبعا عشان هي عربية فاست باك، واللي هي الشنطة بتترفع مع الزجاج الخلفي ده. وفيها سبويلر خلفي كمان، ولكن ده على حسب الفئة برضو. ونيجي نتكلم على الأبعاد بتاعتها، هي جاية بطول 4 متر 68 وعرض متر 84، يعني عربية طويلة وفي نفس الوقت عريضة، وطولها متناسب مع عرضها، وده يديها ثبات كويس. ارتفاعها الكلي متر 43، ده ارتفاع مش كبير، لأن هي عربية برضو بتميل للرياضية قوي، فعربية سقفها مش عالي وهي كلها مش عالية عن الأرض، وده بيدي ثبات كويس وشكل حلو وهي ماشية. وخلوصها الأرضي أو ارتفاعها عن الأرض حوالي 15.2 سنتي، ده ارتفاع برضو مش كبير، ولكن مش هتحك في المطبات، وفي نفس الوقت مش عالية اوفر، وكل ده بيبقى كويس بالنسبة لثباتها. كمان عفشتها الأمامية ماكفيرسون منفصلة، وعفشتها الخلفية مالتي لينك، فهتدي ثبات كويس مع أنظمة الثبات والأمان اللي موجودة فيها. قاعدة عجلاتها 2 متر 750، قاعدة عجلات كويسة بالنسبة للفئة الكومباكت، ولو إن هي تعتبر أكبر من الفئة الكومباكت شوية، ولكن ده مش باين في الداخلية بتاعتها وهنشوفها، ولا حتى في الشنطة. وده بيفرق طبعا على حسب توزيعة الشركة للأبعاد بتاعة السيارة. الشنطة بتاعتها 380 لتر، ودي مش أكبر شنطة في الفئة دي، وتعتبر شنطة صغيرة، ولكن طبعا زاوية فتحها كبيرة، لأن هي شنطة ليفت باك أو فاست باك، فده بيديها يعني حجم زيادة شوية عن السيارات العادية. ولكن هي تعتبر شنطة صغيرة، ولكن فيها إمكانية كمان طي الكنبة الخلفية تلت وتلتين عشان لو عايز توسع مساحة الشنطة شوية. ولكن العربية دي نقطة ضعف فيها إن هي شنطتها مش كبيرة، والصالون بتاعها برضو مش أكبر حاجة. وهو ده اللي انا بتكلم عليه في توزيعة اللي هو مساحة قاعدة العجلات بين قدام وورا، او الصالون والشنطة والكبوت. وهنا الكبوت طويل قوي، والعربية ضيقة شوية من جوه، والشنطة صغيرة. وده بتفرق بقى طبعا من شركة لشركة ومن ماركة لماركة يعني. وده الانتريور بتاعها، انتريور عصري حديث شكله حلو. وهي العربية طبعا زي ما قلنا بتميل للرياضية، فمش مهتمين بالوسع قوي ولا بالمساحات، على قد ما هم مهتمين بقى بالخامات الداخلية والأوبشن والأداء بتاع العربية. زي ما احنا شايفين زي أغلب السيارات الحديثة وخاصة الصينية، في خامات سوفت في التابلو في الأبواب وفي الكونسول الوسطي، تطعيمات جلد برضو في التابلو في الأبواب وفي الكونسول الوسطي، وكل ده بيدي فخامة
مع أجزاء أسود بيانو بلاك، مع التطعيمات الجلد اللي بلون مختلف دي، والفرش الجلد والكراسي الرياضية والتابلو كله والكراسي والكونسول وكله شكلهم عصري ورياضي وحلو مميز قوي. والشاشات اللي هي شاشة العدادات اللي راجعة لورا زي ما كانت هوندا بتعمل، أنا حاسس إن الموديل ده متأثر بتصميمات هوندا قوي، اللي هو شاشة العدادات أعلى شوية وراجعة لورا، والشاشة الوسطية قريبة وجاية لقدام. هي دي الطارة الجديدة بتاعتها، طارة تعتبر اللي هي زي المربعة دي، اللي هي دي شيب من تحت وكمان مقطوشة من فوق. وطارة صغيرة قوي، وانا بحب الطارات الصغيرة دي، بتحسسك بالتحكم والأداء الرياضي كده، عاملة زي طارات بيجو الحديثة اللي بتعملها برضو الطارات اللي بالشكل ده، وفيها شفتات وفيها تحكم في المالتي فانكشن، وبتتحكم منها في الشاشة الوسطية وفي لوحة العدادات، ومكسية بالجلد وشكلها حلو برضو شيك. وراها لوحة العدادات اللي قلنا راجعة لورا دي، فيها بيانات السيارة كلها، وده شاشة ديجيتال بالكامل، شكلها حلو وعصري وواضحة وطالعة فوق، وبرضه ليها كاب كده عشان يداريها من الشمس. شكلها حلو، أنا عاجبني الديزاين ده كله مع بعضه. وتيجي بعد كده بقى الشاشة الوسطية بمقاس 10 بوصة، وفيها اوبشن كتير برضه بتحكم منها في وظائف كتير من اللي موجودة في السيارة، وتحتها زراير بتتحكم في وظائف التكييف وبعض وظائف السيارة. وانا بحب كده طبعا، ما بحبش التكييف اللي بيبقى بيشتغل من الشاشة بس، ده لو الشاشة عطلت مش هتعرف تشغل التكييف. وتحتها بقى شاحن وايرلس على حسب الفئة. وبعد كده بقى بيجي بقية الكونسول كله بلاستيك، ولكن حواليه تطعيمات جلد برضو مدياله شكل فخم، وحتى البلاستيك اللي فيه برضو شكله كويس. وعصاية الفتيس او نقل الحركة هنا برضو هي شيفت باي واير، بس هي على شكل العصاية العادية، ولكن شكلها عصري ومكسية بالجلد، وحواليها نيكل كروم. وبعد كده بتيجي البكرة اللي بتتحكم في الدرايف مود، وحواليها زراير برضو بتاعت شوية وظائف كده نيكل كروم. وبعد كده الاوتو هولد والهاند بريك الكهرباء، وكل الجزء ده كده نيكل كروم، مدي شكل فخم برضو للكونسول. وجنبيهم 2 كاب هولدر. والكونسول بتاع العربية دي شكله حلو مميز وعملي، وكل حاجة في مكانها، وكل حاجة بتخدم على السواق، وكل حاجة مايلة ناحية السواق، الشاشات وكده. شكلها حلو قوي ومميزة. وبيجي بعد كده المسند الوسطي اللي مكسي بالجلد، وحجمه كبير قوي وضخم وممتد حتى حتة منه لحد اللي جنب الراكب اللي جنب السواق. وفي مساحة تخزين تحت الكونسول كمان، ومخرج للشاحن وكده. كونسول ضخم وكبير، وزي ما قلنا عملي، وكل حاجة في مكانها. في المجمل الانتيريور بتاع العربية شكله حلو وعصري ومميز، خامات كويسة جدا، وجلد في كل حتة، وكراسي جلد ورياضية، وبتحسك بالدعم الجانبي كده، فده بيحسن تجربة السواقة والثبات بتاع السيارة. دي الكنبة الخلفية هتسع ل3 أفراد، يقعدوا براحة مقبولة، ولكن مش أحسن حاجة لأن مساحة الأرجل مش أكبر حاجة برضو، لو ناس فوق 180 سنتي وكده أو فوق 175 سنتي كمان. والكراسي القدامانية دي راجعة لورا شوية، مش هيبقوا قاعدين مرتاحين بالنسبة لمساحة الأرجل. ومساحة الرأس كمان صغيرة شوية، لأن العربية كلها واطية، ومساحات الرأس بتاعتها برضو واطية شوية عشان السحبة الرياضية اللي موجودة ورا دي. فالناس الطويلة مش هيبقوا قاعدين مرتاحين قوي في السيارة دي من ورا، لكن ما فيهاش نفق وسطي، واللي هيقعد في النص لو طفل هيبقى قاعد قاعدة مقبولة يعني. لكن اللي على الجانبين مش قوي يعني، وحتى زاوية الخروج والدخول من الباب مش حلوة قوي في العربية دي. زي ما قلنا هي بتميل للجانب الرياضي قوي على حساب المساحات، سواء مساحات الجلوس أو التخزين. منين نتكلم بقى على عوامل الأمان الموجودة في الشانجان اليوني في موديل 2025. هي جاية فيها ABS و EBD و ESP نظام الثبات الإلكتروني وتراكشن كنترول و6 إيرباج ومراقبة ضغط الإطارات TPMS وجنود 18 ومساعد الفرملة ومساعد المرتفعات وحساسات أمامية وخلفية، كاميرات 360 ومثبت سرعة ذكي وفرامل طوارئ وتحذير من الخروج من الحارة المرورية وتحذير من الاصطدام الأمامي. يعني شوية اوبشن امان كويس جدا، مع اللي هي بقى مفيش بقى انظمة القيادة الذاتية والرادار والكلام ده مش متوفر قوي في العربية دي، وانا ما بحبوش وما بيشتغلش عندنا هنا بشكل كويس، ويمكن بيؤدي لحوادث ساعات ومشاكل وانت سايق يعني. فدي فيها الحاجات الاساسية والحاجات اللي بتساعد السواق بشكل عملي اكتر من الحاجات الاوبشن الاضافي اللي هو ما بيبقاش مناسب عندنا قوي. فيها شوية بقى اوبشن رفاهية كويس جدا، فيها الشاشة اللي هي ال10 بوصة الوسطية، وفيها عدادات الديجيتال، والكراسي الجلد الرياضية، وكرسي السواق كهرباء، وفي تبريد في الكراسي وده كويس جدا في الحر ده. وفيها داي لايت وامبيانت لايت،
وفيها سقف ازاز، مش فتحة سقف ولا بانوراما، هو السقف بيبقى ازاز ولكن الستارة بس بتاعته اللي بتفتح، الفتحة ما بتفتحش خالص. وفيها ستارت انجن وبصمة ونظام ركن ذكي وكمان شنطة كهرباء ومرايات كهرباء وضم، وفيها اشارات وجايه بلون الاسود اللامع. يعني العربيه فيها شويه اوبشن رفاهيه كويس جدا، ومع عوامل امان مقبوله جدا وكويسه، وعربيه شكل رياضي مع وكيل قوي. ادائها من الناس البسيطه اللي جربوها برضو قالوا ان ادائها مقبول جدا ومتوازن، دي حاجه كويسه جدا. وكمان نقطة السعر، هي السعر بتاعها بالنسبة للأسعار اللي موجودة دلوقتي هي نازلة أرخص من المنافس المباشر بتاعها اللي هي الام جي 7. دي نازلة أرخص منها بحبة كويسين يعني، ودي ميزة تحسب لها. ولو ان نزل عليها اوفر برايس برضو اول ما نزلت، ولكن لسه هنشوف بقى العربية دي هتبيع ولا لا. بس انا شايف ان هي منافس قوي في الفئة بتاعتها، وخاصة من نقطة السعر. ولو وكيلها بقى دعمها وجاب لها قطع غيارها والصيانات بتاعتها ما بقتش مبالغ فيها، العربية دي انا متوقع لها تبيع كويس. بس هي للشباب او للأسرة الصغيرة مش هتنفع، لأسرة محتاجة مساحات تخزين او ناس كتيرة بتقعد في العربية، لانها مش اكبر حاجة في الفئة بتاعتها. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وعشان اتشجع انزل لكم فيديوهات دايما. وشكرا ليكم.